لو جيت الرياض من غير ما تزور المطاعم دي كأنك ما جيتش. ورجعنا لكم تاني بسلسلة مطاعم ما تتفوتش لو جيت العاصمة، الجزء الرابع يا جماعة. ونبدأ بالفطار كده على طول من واحد من أعظم وأجمل فوالين الرياض، فوال بابصيل. وتروح وتطلب منهم واحد فول جرة وخبز ملوح، وتاكل وتستمتع بواحد من أجمل أطباق الفول المختلفة في الرياض. وجهز نفسك معايا كده عشان لسه اليوم طويل. والغدا بقى مفاجأة، هننزل العزيزية ونروح مطعم سهول البادية، واحد من المطاعم الجميلة قوي في الرياض واللي لسه بتعمل المندي على الحطب لغاية دلوقتي. وعندهم كمان طبق مشهورين بيه اسمه مجلجل بالمية، بتطلب طلبك وتطلع على الملحمة بتاعتهم يتقطع قدامك ويتعمل. والضيافة هنا احلى شويه شوربه هتشربهم، ودي نسخن بيها كده عشان اللي جاي لسه تقيل. واول طبق نبدا بيه هو مجلجل بالميه، ودي لحمه خفيفه لو ما بتحبش الغنم قوي. لكن تعالى بقى اديك توصيتي اللي ضروري تجربها هناك. المندي هنا ما ينفعش تفوتوه يا جماعه، الجلد واخد حروقه كده من بره ومقرمش، واللحمه دايبه، وطعم الحطب باين فيه قوي. وسعر النفر هنا 100 ريال بس، ما تقلقوش يكفي 2 كويس قوي. حته البسكوته بقى من التجارب اللي عمركم هتندموا عليها. وحاجه بقى لازم تعملوها ما دام جيتوا هنا، هتلاقوا عسل حضرمي بيتباع بره عند الكاشير، ضروري تجربوه مع المندي. ونختمها بالشاي عشان نجهز للي بعده. شاي موزون، يلا اللي بعده. واختمها بقى مسك في واحد من اماكن العصاير المميزه في الرياض. وما دام جينا هنا يبقى لازم نختمها بعصير صمدو. وما تقلقوش قريب من المطعم اللي قبله، وتطلب منهم عصير المحل اسمه صمدو، وتقريبا ده ميكس من كل حاجه بس طعمه جميل ومميز. خطير يا جماعه، ضروري تجربوه. كده الفيديو خلص، وزي ما دايما بنفكركم الرياض بقت وجهه اساسيه للسياح كتير الفتره الاخيره، عشان كده السلسله دي اتعملت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه. اشوفكم على خير، سلام.